كل سنة وانت طيب يا سيمبا يا ابني، بكرة رمضان. يلا عشان تنام وتقوم تتسحر معانا بالليل. حاضر يا ماما، أنا مستعدة أوي عشان أصوم رمضان، وهدخل أنام دلوقتي عشان أقوم أتسحر معاكم. كل سنة وانتي طيبة يا مامتي. أنا مبسوط أوي إني صايم يا ماما، بس أنا حاسس إن أنا عطشان شوية. حاول تصبر يا حبيبي شوية، الصيام بيعلمنا الصبر، وخلاص هانت وكمان الأذان هيأذن. حاضر يا ماما، هحاول. أنا خلاص معدتش قادر، أنا هدخل المطبخ أشرب مية وماما مش هتشوفني ولا حد هيشوفني، وارجع أكمل صيامي عادي لآخر اليوم. بس أنا هستنى شوية لحد ما ماما ما تكونش موجودة في المطبخ. هروح أبص على مامتي كده أشوفها خرجت من المطبخ ولا إيه. أهي ماما خرجت من المطبخ، أنا هجري بسرعة أشرب مية قبل ما حد يشوفني. أنا كده شربت ومحدش شافني خالص. يا سيمبا يا ابني، تعالى يا حبيبي علشان نصلي أنا وانت. يلا اتوضى علشان نصلي العصر. حاضر يا ماما، أنا جاي. حاضر. برضه محدش شايفني، أنا هدخل بسرعة وأنا بتوضى أشرب مية. الله، أنا اتوضيت وشربت مية كتير جدا. دلوقتي أقدر بقى أستنى لحد ما الأذان يأذن، وكمان محدش شافني خالص. اتوضيت يا سيمبا يا حبيبي؟ يلا علشان نصلي. يلا يا ماما. ممكن يا ماما بعد ما نصلي أخرج ألعب مع أصحابي شوية؟ ماشي يا سيمبا يا ابني، اتفضل يا حبيبي بعد ما نصلي وروح العب معاهم شوية، بس ما تتعبش نفسك علشان تقدر تكمل اليوم صيام. حاضر يا مامتي، حاضر، وما تقلقيش، أنا هقدر أكمل اليوم صيام لحد الأذان المغرب ما يأذن. يلا يا فلافيلو، انت وسونيك أصحابي، يلا علشان نلعب مع بعض شوية. يلا يا سيمبا نلعب شوية مع بعض. احنا لعبنا كتير كتير قوي يا ماما، وانا معدتش قادر خالص. لعبنا كتير جدا مع بعض. يلا يا سيمبا يا ابني، ادخل خد دش بسيط كده وبعدين اطلع وشوية وهتلاقي الأذان أذن. حاضر يا ماما. انا جعان قوي ومش هقدر استنى لما الأذان يأذن. انا هدخل عند التلاجة برضو واكل حاجة من غير ما حد يشوفني. المهم ان ماما تقول ان انا صمت اليوم كله. ايه ده ايه ده يا سيمبا يا ابني، انت بتاكل؟ انا مش باكل يا ماما، انا بس بعمل بقي كده. وكمان بتكذب يا سيمبا، انا شايفه الاكل في بقك. بصراحه يا ماما انا اكلت وشربت كمان مرتين بالنهار. ليه يا سيمبا يا ابني كذبت عليا وقلتلي ان انت صايم؟ يا حبيبي الصيام مش احنا بنعذبك، الصيام بيعلمنا الصبر، وان كمان ان احنا نقدر نقعد فترة طويلة من غير ما ناكل ونشرب. وغلط جدا يا حبيبي ان انت تقولي انا صايم وتكذب عليا والاخر الاقيك مش صايم. رمضان شهر جميل جدا يا حبيبي، وهو بيجي مرة واحدة في السنة وبنستناه من السنة للسنة. فلو مش قادر تصوم قولي يا ماما انا مش قادر اصوم، ونحاول مع بعض مرة في مرة وهتقدر تصوم. انما ان انت تكذب كده يا سيمبا غلط جدا. حتى لو انا وباباك مش شايفينك يا حبيبي، ربنا شايفك وانت بتصوم لربنا مش بتصوم لينا احنا. انا فعلا ما كنتش قادر خالص يا ماما، وكنت عطشان وكنت جعان. كنت تعالى قولي يا حبيبي، واحنا هنحاول مع بعض واحدة واحدة وتقدر ان انت تصوم اليوم كامل. ولو مش قادر مرة نفطر لحد نص اليوم والمرة التانية نكمل اليوم كله. وكمان في رمضان يا حبيبي لازم نقرأ قرآن كتير جدا. فاللي انت عملته ده يا سيمبا غلط جدا. فعلا يا ماما، انا كان لازم اقولك ان انا مش قادر اكمل اليوم. وفعلا انا المس قالت لنا ان ربنا بيشوفنا في كل وقت. انا متأسف جدا يا ماما، وان شاء الله بكرة هحاول ان انا اصوم اليوم كله. حاول يا حبيبي، وان ما قدرتش مرة بعد مرة هتلاقي نفسك قادر تصوم اليوم كله. وانتوا كمان يا اصحابي لازم تحاولوا تصوموا، وما ينفعش ابدا ابدا تعملوا زي ما انا عملت واحنا بنتوضى نشرب، او اروح من ورا ماما وبابا واجري اشرب ميه من التلاجة قبل ما حد يشوفني، لان ربنا شايفني. برافو عليك يا سيمبا، لازم تنصح اصحابك كمان. ايوه
ايوه يا ماما، انا نصحتهم. وكمان ما تنسوش تعملوا اللايك والشير وتدوسوا على علامة الجرس.